السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ ازيكم متابعيني؟ النهارده بقى رحت اشتريت شوية حاجات يا حبايبي. قولي لي هم ايه يا بوحة؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نص كيلو يا حبايبي فريك بلدي ب 22 23 جنيه نص كيلو. رز يا حبايبي بسمتي النص كيلو بكام؟ ب 38. وده كيلو على بعضه حبايب قلبي ب 69 وربع. وجبت يا حبايبي ليمون اهو باربعة بكام؟ ب 40 جنيه. ايه ده؟ قلت له هات ب 10 جنيه حط لي ب 4 جنيه. بصوا اهو مش مشكلة. الكاتشب ده يا حبايبي مش عارفة بكام بصراحة، ناسية اهو. كاتشب 31 يا حبايبي، كاتشب حار وكاتشب عادي. شويه الحبهان دول المقروصين دول اهو بكام يا حبايب قلبي؟ هقول لكم ب 40 جنيه. شايفين اهو. بابريكا اهو يا حبايبي ب 17 جنيه، يعني 17 جنيه وربع. وادي دي قرفه يا حبايبي اهي ب 10 ونص. بس حبايبي بقى المكرونات غليت عن كل مره. بص يا حبايبي كل حاجه غليت عن كل مره انا بروح فيها. ديت يا حبايبي ب 14 جنيه ب 11 جنيه يا حبايب قلبي اهي. بس يا حبايبي ب 12 جنيه، يعتبر 12 جنيه اهو يا حبايبي. ما جاتش على ال اهو. شكلت بقى كام واحد كده جبت. دي حبايبي دي الملكه اهي. ودي المطبخ جبتها اهي 12 جنيه. شفتوا بقى الحاجه غاليه ازاي يا حبايب قلبي. ست البيت دي بص يا حبايبي انا بحب اجيب الدقيق دوت ليه بقى؟ اما بنعمل اي مخبوزات بيه بتطلع النتيجه ناجحه جدا جدا جدا. ست البيت جميل جميل جدا اهو يا حبايبي. جبت 3 ب 20 كيس ب 20 اهو يا حبايبي. نص كيلو عدس بكام يا حبايبي؟ ب 24 جنيه. ده ايه ده؟ يابا ده ايه حبايبي؟ ب 16 جنيه دول. الجبنه دي بكام؟ ادي المكرونات اهي يا حبايبي. اللي مكتوب عليه السعر بقوله لكم، واللي مش مكتوب انا ما بقولوش اهو. ادي الدقيق اهو يا حبايبي. عرفنا ان الدقيق ده ب 20 جنيه وده انضف حاجه في المخبوزات كلها. تعالوا بقى للملح اهو يا حبايبي. ما كانش عندي ملح خالص النهارده، كنت هتجنن. نزلنا جبنا دوت اهو النوع ده اهو ملح نور اهو. شايفين يا حبايبي ده بكام؟ بكام يا ربي؟ بص يا حبايبي ب 11 جنيه. وخلي بالكم الملح دوت نور ده بيملح اكتر من كوكس، يعني خلي بالكم. بصوا البطاطس بقى الجميله دي تجيبيها وانتي مغمضه. شايفاها؟ شايفين يا حبايب قلبي اللي هي فيها حته حمرا دي شيبسي 100%. جربتها يا حبايبي وعملتها فجبت منها. بكام الكيلو؟ كيلو وربع ب 10. الراجل اللي بيقف جنبينا هنا النصاب باعها لي ب 10 جنيه. انا جبتها من عندنا برضو حته بعيده شويه، جبتها يا حبايبي كيلو وربع. الكابوتشا دي رحنا نجيب، قال لي الواحده ب 20. قلت له ليه؟ عشان ايه؟ لا مش عايزه اخدها ب 10. انا بفاصل بصراحه فاصله لان الحاجه غاليه. المهم قال لي طب تعالي خديها ب 10. فاخدت واحده ب 10. قال لي طب ما تاخدي الثانيه دي اهي. فانا بصراحه ما رضيتش احرجه. قلت ايه ده الدنيا ليه نفعيه يا بنتي يا بوحه؟ حرام، خليه يروح ايه لبيته لعياله لامه اي حاجه يعني اهو يا حبيبي. وايه تاني؟ بص القطه المجنونه والله والله والله
قوطه جميله جدا. بس انا مصلصه وشايله، يعني عامله صلصه وشايله في الفريزر. بس طبعا احنا عايزين في التلاجة سلطه او اي حاجه، يعني المهم يبقى فيه طماطم في قلب التلاجة. بكام يا حبايبي؟ جبتها منه بكام؟ قال لي ب 15. قلت له لا ده غاليه كده، اخد الاثنين ب 25 جنيه. قال لي لا والله لا، انا زبنته يعني بصراحه. فقال لي طب تعالي خدي يما. قلت له خلاص يا حبيبي. رحت واخده منه 5 كيلو اهو، ورحت واخده يا حبايبي هنا 3 كيلو. شايفين اهي، جميله جميله جميله. الحقوا ده هتغلى، وفي ناس بتبيعها ب 20. جيبوا لكم كام كيلو قوطه، وانا لما اقول الحاجه بتغلى بتغلى، فانتوا تجيبوا لكم شويه كده. ده بنتي شتت فيه، والتوست ده برده اهو شتت فيه، جبته لها اهو. مفيش حاجه يعني بتخسر اهو. بالهنا والشفا على قلبهم وعلى قلب اللي يشتري. طبعا دي خميره، وده باكم باودر اهو. الحاجات دي بتنفع في البيت يا حبايبي. وده برده بسكوت اهو. هنشرب بالشاي ابو لبن يعني كده يعني. بكام؟ مش عارفه اهو. ادي خميره تاني اهي يا حبايبي اهو. وادي البسكوت، وادي شبطت في المشروب ده برده وجبناه، وانا عارفه ان هي مش هتشربه بس جبته لها، ما اقدرش ازعلها. بصوا التفاح البلدي الصغير ده جميل. وخلي بالكم ما تجيبوش اي حاجه كبيره، اوعوا، بتبقى مرشوشه قماوي وتتعب وتجيب المرض. الواحد مش ناقص، حرام عليكم. فانتوا تجيبوا يا حبايبي الحاجه الصغيره دي. بص انا جايباه صغير ب 25 جنيه، مش مشكله. الكبير ب 30 جنيه، بس انا ما بحبش الحاجه الكبيره بصراحه. خلاص بقى. بصوا يا حبايبي، رحت جايبه لهم كيلو. قلت ايه؟ جيبي كيلو. في ايه تاني؟ خلاص ادي كده كان الفيديو بتاعي النهارده. ادعموني، وقفوا في ظهري يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. بصوا يا حبايبي ادي الفيديو بتاعي انا النهارده عملته اهو. يا رب يكون فدتكم بالمشتريات بتاعتي. وخلي بالكم الحاجه هتغلى يا حبايبي، وبقول لكم هتغلى. انزلوا جيبوا لكم شويه حاجات كده في البيت عشان كل سنه وانتم طيبين. خلاص الاسبوع ده يفوت والاسبوع اللي وراه العيد. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود علينا بخير، عليكم وعلينا وعلى امه محمد يا رب. وما يدخل لنا حاجه وحشه، ولا احنا ولا اولادنا ولا انتوا ولا اولادكم ولا بيوت. ان شاء الله بقى يا حبايبي، حبيبه العيد بقى يا حبايبي، ان شاء الله هنعملها وننضفها ان شاء الله، وهنظبط الدنيا عشان خاطر برضو كلنا بنستفاد من بعض. واللي ما يعرفش يعمل دي يعمل دي، واللي يعرف يعمل دي يعمل دي. وانا عارفه ان كلكم بتعملوا وكلنا بنستفاد. وانا بعمل الفيديو ده عشان ولادي الصغيرين اللي داخلين على جواز او هيتجوزوا، او الستات اللي زينا. ما انا بتعلم برضو، يعني مش عيب لما اتعلم، يعني ما اكونش عارفه حاجه واتعلمها. مش عيب، مش عيب لما حاجه تبوظ مني واجي اعملها صح. مش عيب، ما اعترف بغلطي، اعترف بغلطي خلاص، مش مشكله. وادي كان الفيديو بتاعي يا حبايبي اهو. يا رب يكون فدتكم بيه، وعايزه لايك واشتراك، وبحبكم في الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبي.